اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وكذلك تيفو فريق جماهير صاحب اللقب. لاحظوا هذا الحماس الكبير على مستوى مدرجات زكريا فاتي. اذا انتهت الانطلاقه ديال المواجهه، كره في الجهه اليمنى لفريق فريق الجيش الملكي، البحث عن الضربات الراسيه، صعود مونتيرو بورغيز حتى مع صوابين لعبات الكره الراسيه دائما خطوره، فرصه تسديده احمد حمودان لعبات الكره. لاحظوا كان هناك الراسيه، محاوله ابعاد الكره، تسديده قويه كتمشي فوق عربي ناجي، احتكاك اعتقد كان مع القرار النهائي. ضربة جزاء رضا سليم امام الحارس غاية مرباح. رضا سليم الهدف الاول، هدف اول لفائده فريق الجيش الملكي بواسطه المتالق وهداف الفريق رضا سليم. يضع الكره في الشباك رضا سليم، والهدف العاشر له. اولى وكان ضيعها رضا سليم، ثم ضربه جزاء ثانيه بعد ما كان تدخل امام انور ترخات، واصر رضا سليم على انه هو اللي سدد هذه ضربه الجزاء وضع الكره في الشباك. اليوم هذه العزيز الصمادي ستكون كبيره بمعانقه اللقب. لما نتحدث عن الجيش الملكي فالاكيد بانه كنستحضروا الكؤوس والبطولات. لما كنقول الجيش الملكي فلا يمكن ان تضعه خارج الانديه التي قدمت لاعبين كبار للمنتخبات الوطنيه بقاعده جماهيريه كبيره كما نتابع. لاحظوا هذا التنقل الاستثنائي. كره في الوسط في فريق الجيش الملكي، تبادل المحاوله، تدخل دائما، فرصه، امكانيه التمرير، فرصه في فريق الجيش الملكي، تسديده غاية مرباح يتصدى لتسديدة رضا سليم. كانت محاولة أخرى في فريق الجيش الملكي، نتابعوا هذه المحاولة، المراوغة، تمريرة عند اللاعب رضا سليم الذي يسدد، وتدخل الحارس غاية مرباح. لاحظوا هذه الفرصة وهذه المحاولة، فريق الجيش الملكي كان بإمكانه إضافة هدف ثاني. محاولة إخراج الكرة، لاحظوا الضغط لاعبي ديال فريق اتحاد طنجة. مونتيرو بورغيز كتلعب الكرة، هناك ضربة جزاء. إذا مباراة قوية، مباراة مثيرة، بداية يعني بهذا الصورة وبهذا الشكل. غادي نتابعوا القرار ديال هشام التمسماني. ضربة جزاء سفيان المدن، سفيان هدف تعادل لفائدة فريق اتحاد طنجة، وفرحة كبيرة الجماهير الطنجاوية بهدف سفيان المدن، هدف التعادل وهدف السادس الشخصي لسفيان المدن. إذا النتيجة تتغير مرة أخرى في بداية هذه الجولة الأولى. هدف لمثلي بين الفريقين والهدفين من نقطة الجيش الملكي. الآن ديال الفرحة ديال الجماهير الطنجاوية الحاضرة كذلك بقوة في هذا اللقاء. سفيان المدن طريقة ممتازة في وضع الكرة في الشباك، اختار الجهة اليسرى في الوقت اللي أيوب الكرد مشى في الجهة اليمنى. إذا هدف التعادل لفائدة فريق اتحاد طنجة. لاحظوا هذه المتابعة، ولاحظوا هذه الفرحة الكبيرة وهذا ردات الفعل ديال الجماهير، فبإمكانه يعطي الأكل ديالو. جاود المحاولة لفائدة فريق الجيش الملكي، وسطات الكرة لزكريا فاتي، مراوغة ثانية، فرصة تسديدة غاية مرباح، تسديدة قوية من زكريا فاتي، وردة فعل ممتازة من غاية مرباح، تصدي ولا أجمل ولا أروع. لاحظوا هذه اللقطة وهذه الفرصة وهذه المحاولة، زكريا فاتي يسدد بكل قوة في الزاوية اليسرى، ولاحظوا هذا الارتقاء ديال غاية مرباح على اللقب. نتابعوا المحاولة من الجهة اليمنى، رضا سليم فرصة، تدخل غاية مرباح من جهة طوكيو. نتابعوا المحاولة في فريق الجيش الملكي، أحمد حمودان داخل منطقة الجزاء، مراوغة من فرصة، زكريا فاتي، تدخل للمدافع محسن الربجة، تسديدة مرة أخرى الكرة جانبا. محاولات خطيرة لفائدة فريق الجيش الملكي. تابعنا المدافع الذي أنقذ مرمى، تابعوا أحمد حمودان، زكريا فاتي، تدخل المدافع السنغالي كيبعد الكرة. لاحظوا الضغط قوي من لاعبي فريق الجيش الملكي، تسديده مشات فوق المرمى. اعتقد الحكم بالفعل كيعلن عن الزاويه. تسديده من طرف مونتيرو بورغيز او محمد مفيد، بالفعل محمد مفيد، وتدخل غاية مرباح لمس الكرة يعني بالاصابع ديالو، والكرة في الزاويه. كانت محاوله لاحمد حمودان، انطلاقه، المراوغه ممتازه، كيمرر، فرصه، تدخل الدفاع دائما، محاوله تسديده فوق المرمى، محاوله اخرى وتسديده من زكريا
فاتي. الكره فوق مرمى الحارس غاية مرباح. لاحظوا المحاوله ديال ايمان شيموي، وصلت الكره لزكريا فاتي الذي يسدد، ولكن الكره ديالو مشات بعيده شيئا ما على مرمى الحارس غاية مرباح، بالتالي كتضيع محاوله اخرى. نفذت الزاويه، فرصه احمد حمودان، فرصه تدخل والكره في الزاويه. اللي من فريق الجيش الملكي تمريره احمد حمودان، مشات الكره في جانبنا، رضا سليم تدخل والكره في اتجاه الحارس غاية مرباح اللي كيحاولوا يبعد الكره، دائما خطوره، فرصه يعني اخذ ورد امام المرمى في الوقت. حاول يلعب كره في الجهه اليمنى، ترجع لفائده فريق الجيش الملكي. زكريا فاتي هذه فرصه لفائده فريق الجيش الملكي، والانطلاقه ديال رضا سليم خذا الكره، فرصه الهدف هدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي، والموقع احمد حمودان لاعب سابق لفريق اتحاد طنجة. بدايه قوي ناريو، وبنفس الطريقه كيتمكن من انه ياخذ السبق مره اخرى في بدايه هذه المباراه وفي بدايه هذه الجوله الثانيه. انت هذا المرتد الهجومي اللي قادو زكريا فاتي يمرر عند رضا سليم. لاحظوا رضا سليم لاعب والمدافع محسن الربجه تفادى انه يلمس رضا سليم داخل منطقه الجزاء، وبالتالي يمرر بكل سهوله نحو احمد حمودان الذي يودع الكره في الشباك، وهدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي. اذا بدايه قويه للجوله الثانيه. رضا سليم عمل كبير كيقوم به على مستوى الجهه اليمنى، دخول توغل داخل منطقه الجزاء، يمرر، واحمد حمودان كيوضع الكره في الشباك. تابع احمد حمودان، تواجد الفرصه، احمد حمودان يعمل يمرر، فرصه لامين دياكيتي، فرصه الهدف غاية مرباح. هي تصديب الرجل من غاية مرباح اللي اعتقد بان الكره في الشباك. نتابع هذه المحاوله، بالفعل زكريا فاتي وغاية مرباح مره اخرى يبعد كره اقل ما يقال عنها بانه كان هدف محقق لفائده فريق الجيش الملكي. لاحظوا زكريا فاتي يسدد يعني بطريقه ديال حراس كره. محسن متولي شنو يعمل محسن متولي؟ المراوغه دي فرصه تسديده، محسن متولي هدف، ولا اجمل ولا اروع تسديده قويه تعانق شباك الحارس ايوب الكرد. محسن متولي هدف يعني غايه في الروعه، غايه في الجماليه، فرحه كبيره لجماهير الطنجاويه بهذا الهدف، هدف التعادل. محسن متولي، لاحظوا المراوغه للعبيد ربيع حريبات، هدف جميل لفائده فريق اتحاد طنجة. يعني تسديد على بعد تقريبا 35 متر من مرمى الحارس ايوب الكرد. كرة تعانق شباك، هدف جميل لفائده فريق اتحاد طنجة، وهدف التعادل لمحسن متولي. سيكون الوقع ديالو على جماهير الوداد يمكن اكثر من جماهير اتحاد طنجة. محمد مفيد، مشات كره عند رضا سليم، انطلاقه ديال رضا سليم، شنو يعمل رضا سليم؟ البحث على التمرير، فرصه داخل منطقه الجزاء، البحث عن التسديد، محاوله تضيع هذه الفرصه. تيبوس اللي اختار انه يسدد. لاحظوا المحاوله، رضا سليم عمل كبير اللي قام به، يمرر. لاحظوا يعني الزياده العدديه ديال لاعبي فريق الجيش الملكي. مفيد لو مرر احمد حمودان كان الى جانبه، ربيع حريمات الى جانبه، لامين دياكيتي الى جانبه، فان اتحاد طنجة عنده راي اخر. اذا سنتابع هذا الدقائق، لعبات الكره داخل منطقه الجزاء، الراسيه ديال الحاجز، ضربه جزاء للجيش الملكي. رضا سليم تدخل، والحكم هشام تمسماني يعلن عن ضربه جزاء في الوقت اللي تحدث على 4 الدقائق من الوقت بدل الضائع. هل تكون كافيه للجيش الملكي؟ الرد جاء سريعا. لاحظوا انه حتى الجمهور حتى الان يعني ما مصدقش شنو واقع الان. ضربه جزاء هذه المباراه الجيش الملكي والثالثه في اللقاء. لاحظوا بالفعل محمد سبول يسقط في المحظور، ونتابع هذا رده الفعل بعد الاعلان عن ضربه جزاء. بكاء، لاحظوا لمشاعر مختلطه الان يستعد لتنفيذ هذه ضربه الجزاء. سيرفع الرصيد ديالو كذلك 11 هدف. اذا رضا سليم سيسدد. رضا سليم
قد يساوي اللقب. هدف تالي، هدف ثالث والثاني لرضا سليم. فرحة كبيرة لجماهير فريق الجيش الملكي. هدف في الوقت بدل الضائع. نتابع هذه الصورة، نتابع هذه الفرحة، نتابع هذا البكاء هنا بالملعب الكبير بطنجة. رضا سليم يتمكن من وضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة للاعبي فريق الجيش الملكي في الوقت بدل الضائع. صراحة نعيش مباراة تشكوكية، مباراة مثيرة. لاحظوا الارتماء ديال غاية مرباح ورضا سليم كيوضع الكرة يعني بهدوء، صراحة يحسد عليه رضا سليم. فرحة كبيرة لجماهير. السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير.